يا ترى ليه الحاجة اللي دايما بنخاف ان احنا نخسرها بيجي الوقت وبنخسرها؟ اشمعنى الحاجات اللي احنا بنهتم بيها بزيادة، الحاجات اللي احنا بنخاف عليها قوي هي دي اللي بنخسرها، الحاجات اللي بنهتمش بيها بتفضل موجودة. فهنقول تعرف ليه بقى الحاجات اللي انت بتخاف تخسرها بتخسرها؟ عشان للأسف انت بتبالغ في محبتها، في الخوف عليها، بتصدر للكون كله طاقة انك خايف ومتوقع ان انت تخسرها فبتخسرها، وافتكر ان كل متوقع آت، وانت بالغت في الخوف، فهيجي ايه؟ هيجي الوقت وهتخاف. طيب بنبالغ في مكانة الاشخاص، بتيجي على نفسك، خايف يبعدوا عنك، طول الوقت بتفني نفسك بصورة مرضية عشان تحافظ عليهم، عشان يفضلوا في حياتك. بس وانت بتبالغ في الحرص ده عملت المعادلة العكسية زي المغناطيس بالظبط، كل ما بالغت الطرف التاني اللي قدامك ساب ايده، فالميزان اختل. وطبعا بما ان الميزان اختل فحرصك الزيادة ده خسرك. هنقول مثلا ان انت خايف على لعبة عندك، هدية معينة جاية لك وخايف تقرب لها، بتعاملها بأهمية زيادة، مجرد ما بيجي عليها حبة تراب كده بتلاقي نفسك خايف عليها، تلاقي الوقت هيجي شوية هوا صغيرين هيوقعوها، هتتكسر. ليه؟ عشان كتر المبالغة بيأذي، والشيء اللي بيزيد عن حده زي ما احنا عارفين بيتقلب ضده. عشان كده اوعوا تبالغوا في مكانة حد، اوعى تقول استحالة ده يعمل معايا كده، عشان هيجي الوقت وهيعمل اكتر من كده. هتضحك ساعتها على سخافة ظنك بالناس. اوعى تبالغ في خوفك ولا تتوقع دايما السيء، عشان كل متوقع آت زي ما قلنا. ساعتها طاقتك هتبعت لك الأسوأ، تتوقعت السيء هيجي لك الأسوأ، وبالتالي اوعى تبالغ في مكانة حد لحد ما تشوف منه موقف من 3. ده اللي ساعتها تقول يا اختلاف على فلوس، يا تسافروا مع بعض، يا تتعارض مصالحكم. اول ما تتعارض مصالحكم سوا ساعتها بقى قول هو ده ولا كله الا ده. سيرين العمل.